مساء الفل، ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده حلقه او فيديو دسم مليان في كذا حاجه هنتكلم عنها النهارده. الحدث اللي اتلعب في قطر من يومين كان مليء بالاحداث بصراحه. اتلعب يوم السبت، عندنا الماتش بتاع بلال البطل الفلسطيني السابق ضد ايان جيري، وعندنا الفوز بتاع اخداع او الكول اوت لإيليا توبوريا، وعندنا برضو المشادة اللي حصلت بين ايان جيري وما بين حمزة شمايف. كل ده واكتر هنعرفه في فيديو النهارده. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، ويلا بينا نبدا يا صديقي. بص، احنا هنبدا الاول بالماتش بتاع بلال عشان هو كان فيه فنيات حلوه بصراحه، وايان جيري عجبني قوي الاداء بتاعه. وبعد كده هنخش على الماتش بتاع ارمان والفوز الحلو والاخضاع الجميل اللي هو عمله. وعندنا برضو المشادة اللي حصلت بين اسلام وايان جيري. انا اول مره اعمل فيديو في كل الحاجات دي بصراحه، فقشطه ان شاء الله عاملها حلو يعني، فاهم. هنخش بقى على الماتش الحلو بتاع البطل الفلسطيني السابق بلال محمد ضد ايان جيري. ايان جيري يا جماعه كان دارس كويس قوي اسلوب اللعب بتاع بلال محمد، واهميه دراسه اسلوب اللعب ده اتكلمنا عليه في الفيديو بتاع اسلام. لو ما اتفرجتش عليه لسه خش اتفرج عليه، هتلاقيه في الوصف. والعقبه اللي واجهت بلال، اول حاجه اللي كان بيلعب عليها اصلا ايان جيري هي فرق الطول. انا عايزك تتخيل ان في مقاتل اللي هو ايان جيري في الوزن الولتر وايت او الولتر ويت طوله متر 91 سنتي. انت متخيل؟ يعني كأقصى طول للوزن ده يوم ما بنقول اوف ده طويل قوي، كان بيبقى متر 85 واحنا مستطولينه اصلا في الوزن ده، ان انت بتلعب ميزان 77، فاهم. انما ده بقى يا جماعه متر 91 سنتي، كان والبطل بلال محمد اصلا طوله متر 80. الفرق مش طبيعي يا جماعه، الفرق 11 سنتي كاملين، انت متخيل؟ طبعا فكك من حته الطول. جيري بصراحه يا جماعه مش من المقاتلين الطوال اللي هو ايه، هو مش مقاتل طويل بس، هو بيستخدم طوله كويس جدا جدا جوه الحلب. عنده جاب كويسه جدا جدا يا جماعه، بتوقف اي حد داخل المساحه بتاعته، او المدى بتاع ايده بيقابلك بجاب قويه جدا، بيرجعك تاني مكانك، وعملها كتير ضد البطل بلال محمد. وعنده برضه ركلات قويه جدا جدا يا جماعه. حرفيا بلال محمد ما كانش قادر يدخل خالص ان هو ياخد الارض. طبعا يا جماعه ان بلال مميز جدا في المصارعه، فهو كل ما يجي يدخل جوه ايان جيري، سواء بقى هيلعب معاه بوكسنج او هيلعب معاه مصارعه، حرفيا بيواجه جاب بتوقفه. لو نزل تحت غطس جوه الجاب بيلاقي ركلات او ركب طالعه عليه على طول، مش بيديله فرصه حرفيا. بعيدا بقى عن الجاب وكده، التحركات يا جماعه بتاعت ايان جيري بصراحه انا اتصدمت وانا بتفرج عليه ان هو وصل للمستوى القوي ده في التحركات. يعني الراجل عنده التحرك الدائري جميل جدا جدا جدا. يعني هو كل ما حتى بلال لما بيوصل لكمه ما بتوصلش قوي، بتلمس بس وشه، بيلف بيتحرك بدوران جميل جدا، بيخلي بلال اللي هو يجري ورايا بقى، فاهم. انا هديك كل ما بلال يقرب هديك ضربه وانت كسرني حرفيا. بس في الجوله الاولى حصل حاجه كده، ان ايان جيري حط صباعه في عين بلال محمد. انا اتفرجت عليها كذا مره، عدتها، بس هي ما كانتش مقصوده بصراحه. وبعد هيمنه كبيره جدا طول الماتش لايان جيري، فاز ايان جيري بالفعل بقرار اجماع الحكام على البطل السابق بلال محمد. وطبعا بعد الماتش عمل كول اوت لاسلام مخاشيف. He's a tremendous wrestler. He wasn't able to take you down once. Bilal couldn't take me down. So Islam, you try to take me down. I'm taking that throne from you, and I'm ending that continuous streak. So sign the contract, and I will see you soon. قال له انا هوقفك وتعالى انت والريكورد بتاعك، وقعد يرغي كتير جدا حرفيا، يعني كلام كتير جدا ملوش لازمه. قعد يقول له انت والريكورد بتاعك وكل الناس اللي انت كسبتها انا اجمل منكم كلكم ومش عارف ايه، وانا والحديث التاني والكلام ده كله. وتاني حاجه يا جماعه نتكلم عليها في الفيديو ده هو ماتش ارمان ساروك ضد دان هوكر. من الجوله الاولى في الماتش ده ان ارمان ما كانش مدي لدان اي فرصه، وكان مسيطر الماتش كله، عنده ضغط حلو جدا. يعني ارمان بيضغطك حلو جدا ان انت ما تعرفش تهرب منه او تراوغ، هو بيحطك في زي ما يعني بيحصرك في مسافه معينه، وعنده الضغط عالي جدا في الماتش. شفنا طبعا الانهاء الكويس اللي هو عمله في الجوله الثانيه، الدقيقه الرابعه بالظبط من الجوله الثانيه يا صديقي.
عملها يا جماعه ارم تريانجل تشوك حلوه جدا. وطبعا استسلم دان هوكر، عمل تاب على ايده. وبعديها طبعا عمل كول اوت لبطل الوزن إيليا توبوريا. Thank Dan because of him I fought this year. Just only guy who wanted to fight me. Everybody is run out, especially Ilya. If you're here, come on. We got a face on. There is just one contender, number one. It's Arman Tsarukyan. الماتش ده هيبقى حلو قوي يا جماعه، لان الاثنين اسلوبهم قريب جدا من بعض. هما الاثنين عندهم مصارعه كويسه جدا جدا، وعندهم بوكسنج كويس. هما الاثنين بيستخدموا رجليهم قليل. فانت لما تتفرج على الماتش ده، هو مفيش لعب مفيش اي حاجه، وهيبقى قتال يعني. هما الاثنين مميزين في القتال القريب، انت فاهم حاجه. هما الاثنين مش بيحبوا التحركات الكتيره، رايح جاي رايح جاي ومش عارف ايه. هما الاثنين هيقفوا قدام بعض، ونشوف مين فينا اللي هيكسب بقى، ومين فينا اللي البوكسنج عنده اقوى، او لما ننزل الارض مين اللي عنده المصارعه اقوى. صراحه ارمان بالفوز ده يعني حط نفسه ضمن اقوى المرشحين ان هو يلعب على اللقب، وكان فوز مهم جدا بالنسبه له عشان يقدر يلعب على اللقب ضد البطل إيليا توبوريا. دلوقتي يا جماعه حرفيا الدنيا ولعت جدا جدا في اليو اف سي في الوزنين دول، اللي هم وزن الولتر ويت او الولتر وايت اللي هو بتاع حمزه مخاشيف، او الوزن التاني اللي هو بتاع إيليا توبوريا. حمزه يا جماعه حرفيا مستحيل، انا بقول لك اهو، مستحيل يلعب الماتش بتاع إيليا توبوريا السنتين الجايين على الاقل. يعني انت بتلعب في وزن عندك كميه منافسين فيه رهيبه. حرفيا عندك عثمان كامارو وكارلوس براتس اللي هو بتاع اللي بيشرب سجاير ده، هنبقى نعمل ايان جيري اللي هو لسه كسبان بلال من يومين. وعندك طبعا ممكن تعمل ريماتش ضد البطل السابق جاك مادالينا اللي هيبقى ماتش كويس برضه، وغيرهم كتير. بس دول الثلاثه اللي انا فاكرهم دلوقتي، والثلاثه عندهم جماهيريه حلوه والجماهير بتحبهم. الثلاثه هيبقى فيهم فلوس كويسه، وهيبقى ماتش كويس هيرضي الجماهير. فانت ما ينفعش تسيب كل ده وتطلع بره اصلا الميزان بتاعك وتروح تلاعب واحد تاني اصلا، فاهم. شايف ان من الصح بالنسبه لاسلام خشيف علشان يثبت جدارته ان هو يعني يستحق الحزام فعلا، ويعني ردا على كل الناس اللي عمالين يعملوا له كول اوت الفتره اللي فاتت، ان هو يلعب حزام، ان هو يلعب ماتش على اللقب هيبقى احسن له بكتير يعني، فاهم. وإيليا توبوريا مش هيطير عادي، ولكن الحزام ممكن يطير منك في اي لحظه. فانت لازم تثبت جدارتك وان انت تستحق الحزام فعلا. فانا شايف بصراحه ان ارمان يلاعب إيليا توبوريا، ويشوفوا مين في الثلاثه بقى، سواء كان كارلوس براتس او عثمان كامارو او كامارو عثمان او اسمه ايه ده جاك مادالينا. حد من الثلاثه يلاعب اسلام خشيف. طبعا خلصنا المطوشه، بس في حاجه بقى حصلت في الاخر هزت الحدث اصلا، يعني خلت انت عندك بلال خسر وارمان كسب، وكنا قلنا ماشي واتفرجنا على المطوشه واستمتعنا وكانت الاجواء هدت خلاص. بس في الكواليس بعد المطوشه حمزه شمايف اتخانق مع ايان جيري. السبب يا صديقي ان ايان جيري هو بيسلم على حمزه، بيقول له عامل ايه يا بطل العالم في الوزن المتوسط ومش عارف ايه. خبط جامد على ظهر حمزه وهو بيسلم عليه، فحمزه اتعصب وراح زقه جامد، كان هيقع في الارض حرفيا. He's not gonna fight me. He's good. He's a champion. Don't worry. What's wrong? Whoa. Come on. Relax, boys. Relax. ايان جيري طلع طبعا بعد البتاع طلع في المؤتمر الصحفي بعديها، وقعد يقول انا كنت بهنيه عادي، وحمزه عايز يثبت للراجل ان هو اقوى واحد في العالم، وان هو عنده تصرفات طفوليه ولازم يتعامل على اساس ان هو بطل العالم، ويوقف الحاجات الطفوليه اللي هو بيعملها دي. وطلع حمزه شمايف وقال ان دي مش طريقه ان انت تحيي بيها شخص بطل عالم، وان انت مش بتعاملني كاني بطل عالم، وانت قعدت تخبط لي على ظهري جامد، ودي مش طريقه ان انت تحيي بيها شخص. وان تصرف حمزه ما عجبوش، فقرر ان هو يوقفه عند حده تماما. انت شايف يا صديقي تصرف حمزه صح ولا لا؟ بالنسبه لي انا كان قرار مش في محله ان هو يعمل حركه زي كده، لان للاسف كلام ايان جيري صح. انت دلوقتي بطل عالم ولازم تتصرف على الاساس ده. سيبك بقى من شخصيتك اللي انت بتجذب بيها الجمهور، اللي هي المنفعله المندفعه وكده، بس انت دلوقتي بطل عالم. ما ينفعش يبقى مقاتل تاني زيك جاي بيسلم عليك، حتى لو عمل حاجه غير مباشره وهو انت عارف ان هو قاصدها، بس هو عاملها غير مباشره. ما ينفعش ان انت تنفعل كده، لان ده يعني ما هيزعل الناس منك،
وهيخلي الناس الحاقدين او المتحدين ليك ده هيديهم فرصه ان هم يطلعوا اشاعات عليك او يتكلموا عليك اكتر. فبصراحه التصرف كان مش في محله، وان شاء الله ما تتكررش تاني من اسلام مخاشيف. قولوا له ان انا بنصحه يعني وكده، لو بيتفرج على الفيديو قولوا له لا يعني ما تعملش كده تاني. وهيجي السؤال يا صديقي اللي عمال يدور في دماغك، وانا عارف ان هو شغلك دلوقتي ومحيرك، هو مين اصلا ايان جيري ده؟ يعني واحد بيجي يكسب بلال محمد ويسيطر عليه الماتش كله ومش همه كمان يروح يخبط على حمزة شمايف. وعايز اقول لك كمان ان هو طلع في المؤتمر الصحفي بعد ما خلص كلام على حمزة شمايف، طلع وقعد يقول لك لازم نوقف الدغستانيين عند حدهم، وانا اللي هوقفهم ومش عارف ايه، وانا اقوى مقاتل في العالم، والدغستانيين خلاص لازم نوقف السيطرة بتاعتهم وكل الكلام ده. مين ده اصلا؟ هقول لك يا صديقي، الراجل ده ايرلندي، وطبعا واخد كونور ماكريجور قدوة ليه، والشخصية الإيرلندية طبع عليه جدا، وده باين في التصريحات بتاعته. هو لسه صغير يعني، هو عنده 28 سنة، هو مقاتل كويس بصراحة وموهوب، وهتلاحظ الموهبة بتاعته لو اتفرجت عليه فعلا. ولكن يعني مش شرط ان انت ايرلندي وكونور ايرلندي وكونور عامل مجنون وعامل شخصية معينة محددها لنفسه ان انت تمشي في نفس السكة. حتى لو مشيت في نفس السكة ما يبقاش التقليد اعمى كده. يعني انا في مقاتلين كتيرة انا ببقى بتفرج عليهم مستمتع بلعبهم، بيجي بعد الماتش يعمل زي ايان جيري كده بيقلدوا كونور في كل حاجة بالحرف. يا جماعة انت ممكن تقلد عادي، يعني انت عادي، انا مش بقولك ما تقلدش حد خالص، يعني انت مستحيل تبقى في حاجة ابداعية زي القتال او ان انت تجذب الناس ليك. حتى في مجال اليوتيوب عندي انا ممكن اقلد حد عادي وحد تاني ممكن يقلدني، بس مش بالحرف. انتوا بتقولوا نفس الكلام اللي كونور بيقوله حرفيا، يعني هي ما بتمشيش كده، ما بتمشيش ان ده بيقول كذا وانا بحبه يبقى اقول نفس الكلام اللي هو بيقوله بالحرف وبنفس الطريقة وبنفس الشخصية. كده انت بتلغي نفسك وبيلغي الهوية بتاعتك، هيخلي الناس لما تفتكرك بعد فترة لو اعتزلت او حصل حاجة يقولوا ايوه ده اللي كان بيقلد كونر ماكريجور، مش هيبقى في ايان جيري ولا ده كان كويس وكان شخصيته كذا وكان شخصيته كذا. فاهم انا بكلمك فيها يا صديقي؟ ومش غلط ان انت تقلد خالص، يعني حد من نفس بلدك وانت متاثر بيه. وايان جيري طلع في اللقاءات كتيره قبل كده وقال ان هو متاثر جدا بكونر ماكريجور، وان هو دخل اصلا لعبه الام ام اي بسبب كونر ماكريجور. كل الكلام ده كويس، وغصب عنك هتلاقي نفسك بتقلد الشخص اللي انت متاثر بيه. ولكن برضه هعيدها واكررها تاني، ما ينفعش تقلد حد بنفس الطريقه بالظبط. حتى الكلام ده ليك انت يا صديقي برضه، لو انت في مجال معين وفي حد انت متاثر بيه ما ينفعش تفضل تقلده في كل حاجه بالظبط. يعني ممكن انت تقول نفس الكلام بس بطريقه تانية، الطريقه بتاعتك انت، يعني باسلوبك انت وشخصيتك انت، يخلي الناس تفتكرك انت. انما ما ينفعش انا شايف واحد زي كونور بيقول كلام علشان اقلده، علشان هو بيجيب مشاهدات او كده، او علشان انا بحبه، فكك من المشاهدات يا عم، اطلع اقول نفس الكلام بالحرف. ما هو كده غلط يا بابا، يعني مش هينفع خالص. طيب للاسف دي تكون نهايه حلقتنا النهارده. وقبل ما نقفل الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، لان في حاجات كتيره حلوه جايه. هنعمل فيديو عن كارلوس باراتيس، وهنعمل فيديو عن ايان جيري عشان انا ما اديتلوش حقه، انا كنت هتكلم عنه في الفيديو ده اصلا بس لقيت حوار، فان شاء الله ممكن اعمل فيديو عنه قريب كمان، الفيديو اللي جاي او اللي بعده. وكارلوس باراتوس برضو لازم نتكلم عنه لان هو عامل اداء كويس وعمل نوك اوت كويسه جدا جدا، وان شاء الله خير. وقبل ما نقفل برضو بفكرك تاني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. وبس كده، سلام.